السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض كنافة بالقشطة بطريقة جميلة جدا وبطريقة سهلة وما بتاخدش معانا وقت، والطعم بجد حكاية. جربوها بالطريقة ديت هتدعولي بجد. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصل لحضراتكم كل جديد. اول حاجة هنقول بسم الله. المكونات معايا نص كيلو من الكنافة، معايا قشطة بلدي. اول حاجه هنعملها الشربات بتاع الكنافه. شربات الكنافه بيكون تقيل. معايا كوبايتين من السكر، انزل عليهم بكوبايه ونص من الميه، واخلي الميه بتاعتي في نص السكر كده علشان خاطر السكر ما يطلعش معايا على الحروف ويتحرق مني. وانزل عليهم بعصره ليمونه، وبعد كده ارفعها على النار. انا هنا معايا الكنافه، ابتدي ان انا افركها كويس واقطعها قطع صغيره خالص بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما قطعت الكنافه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ابتدي انزل عليهم بالسمنه بتاعتي واقلبها كويس، وانزل عليها بمعلقتين كبار من السكر البودره واقلبهم كويس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. مننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نص كيلو من الكنافه بياخد كوبايه الا ربع من السمنه. اول حاجه نزلت بالمعلقتين كبار من السمنه مسيحاهم في الاول، وبعد كده لما الكنافه احتاجت سمنه تاني ضفتها عليها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هنعمل القشطه بتاعتنا. اول حاجه هنا الشربات بتاعنا بدأ ان هو يغلي معانا، لما يوصل معانا للمرحله دي نبتدي ان احنا ننزل عليهم بالفانيليا. نزلت عليهم بنقطتين من الفانيليا السايله. بعد كده نعمل الكريمه بتاعتنا. عندنا هنا نص كيلو من الحليب، انزل عليهم بثلاث معالق كبار من النشا واقلبهم كويس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين عشان النشا ما تتكتلش مني. وبعد كده انزل على القشطه بتاعتنا بنقطتين من الفانيليا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده انزل عليهم بمعلقة ونص من السكر واقلبها كويس. وبعد كده انزل عليهم بمعلقة كبيرة من القشطة البلدي. واخر حاجة خالص انزل عليهم بقطعة من الزبدة. كده القشطة بتاعتنا خلصت معانا والكنافة جهزت معانا. نبتدي ان احنا نرص الصينية بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اول حاجة هنعملها هنبتدي ندهن الصينية بالسمنة بالشكل ده. وبعد كده هنبتدي ناخد نص من الكنافة ونبتدي ان احنا نحطها في ارضية الصينية. وابتدي ان انا اظبط الصينيه بتاعتي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه هساوي الاطراف كويس وهساوي الصينيه كويس من تحت بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده ابتدي انزل عليهم بالقشره بتاعتي، واحاول ما اخليش القشره بتاعتي تيجي على الاطراف عشان ما تتحرقش مني. وبعد كده اجيب الجزء التاني من الكنافه، ابتدي ان انا ارص على القشره بتاعتي بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وابتدي ان انا اقفل الجوانب كويس من الكنافه بتاعتي بالشكل ده. وابتدي ان انا اظبط الشكل الاخير للكنافه بتاعتي. واهم حاجه واحنا بنظبط الصينيه بتاعه الكنافه بتاعتنا ما نحاول ما نضغطش عليها جامد عشان خاطر الحشوه بتاعتنا ما تطلعش منها. نظبط الصينيه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. احاول ان انا اسوي الاطراف كويس واسوي شكلها كويس من فوق بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. واهم حاجه ما اضغطش عليها عشان الحشوه بتاعتنا ما تطلعش منها. واجيب معلقتين كبار من السمنه ابتدي ارص بيها على وش صينيه الكنافه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين وادخلها الفرن. لما الكنافه تطلع من الفرن اسقيها بالشربات البارد. اهم حاجه شربات الكنافه يكون تقيل وبارد، والكنافه بتكون سخنه من الفرن. اول ما تطلع نسقيها بالشربات ورشيت عليها جوز الهند من فوق. وده يكون الشكل النهائي للكنافه بتاعتنا. سهله وسريعه ما بتاخدش معانا وقت واقتصاديه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.